وصلنا مدينة كاندي، وكاندي تعتبر العاصمة الثقافية لسريلانكا. شكل الأتوبيسات التاتا القديمة، لبس الناس، ستايل المباني، كله سبعيناتي. بدايتنا كانت من معبد السنة المقدسة، وده أهم معبد بوذي في سريلانكا. أهميته واسمه راجعين لوجود سنة بوذا في المعبد ده. رحنا المعبد الساعة 9:30 الصبح مخصوص بس عشان نشوف الطقوس اللي بتتعمل هناك في الميعاد ده. والطقس ده ليه ميعادين، 9:30 الصبح و6 العصر. بعد كده النكست ستوب بتاعتنا كانت في الرويال بوتانيكال جاردن، وده مكان عالمي الصراحة، تقدر تاخد فيه أحلى صور، تتفرج على أنواع نباتات نادرة وجميلة في كل حتة. كانش ينفع نروح كاندي من غير ما نعدي على البيت اللي كان ساكن فيه أحمد عرابي باشا. أيوة، عرابي باشا بتاعنا كان منفي هنا في سريلانكا، والصراحة منفى عرابي باشا يتحسد عليه. هنعمل لكم عنه فيديو لوحده، وهنحكي لكم فيه حكايات عرفناها عنه واحنا هناك. واخيرا وليس اخيرا ختمنا يومنا برقصة كاندي المشهورة. هسيبكم مع اجزاء منها واشوفكم في الفيديوهات اللي جاية. واوعوا تنسوا الفولو واللايك والشير. هو بصراحة ده ما بيكملش عندنا، يعني بيلعبوا علينا بالمغرب.